انت حبيب الروح، واحنا معاك واحنا معاك، وين ما تروح ما تروح. جبت لنا الجلطة والغبنة والقهر يا حبيب الروح. ايش قاعد تسوي يا اخي؟ يا اخي تستعد على وش؟ انا بفهم تستعد عشان تاخذ خطوط صفراء، ولا تستعد عشان تتعلم اللعبة بالانتياد، ولا ما في اي شيء؟ تبي تقول استفدت هجوميا ما سجلت، تبي تقول دفاعيا انا صرت قوي تستقبل اهداف، بلنتيات اوكي ما تضيع، ما ادري وش استعداد على وش. 8 مباريات ما شفنا اي تغير بالفريق من اول مباراه لاخر مباراه. والله لو حط لكم اول مباراه واخر مباراه تحسبونها كلها نفس الشيء، يعني ما في تغيرات، ما في دفاع قوي ولا دفاع صار مرتب ولا. والله يا اخوان مو جاي يتونس، مو جاي يتونس. اللي بيتونس يتونس لحاله او يتونس في الكومنت. انا جاي اسال سؤال واحد بس للنصراويه، سؤال واحد، واتمنى النصراويه بس اللي يجاوبوا عليه. احنا نعرف من ايام كان عمري 5 حتى، نعرف انه النصر دائما الوانه ازرق واصفر. انتم من يوم ما قلبتوه اسود واصفر اموركم رجعت زي اصحابنا. يعني انتم شايفين اللي عندنا اصلا اللي الوانهم اسود واصفر خربانه، تقلبوا الوانكم زيهم. ايش تدوروا فين النحس انتم؟ يا ولد انا ما اذكر وديات النصر ما فاز في ولا واحده دا ولا كم. انا وديات النصر من كثرها صرت اشوفه مهزوم واقلب اقول خلاص عادي، صرت متعود انه هو ينهزم. وطبعا الترند الحالي اللي رافعينه جمهور نادي النصر اقاله كاسترو مطلب. اتوقع برضو هو واحد من المشاكل اللي يعاني منها نادي النصر.